بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل أكلة ناس كتير جدا بتحبها، ولو انت عندك حد في البيت ما بيحبهاش، لما تعمليها بالطريقة دي هتعجبهم جدا وهيطلبوها منك كل يوم. الأكلة دي بتتعمل بأكتر من طريقة، وأنا كمان بعملها بأكتر من طريقة، لأن ليها طرق مختلفة كتير. احنا النهاردة هنعمل مسقعة بس على طريقتي، أو طريقة من الطرق بتاعتي. تمام. انا هنا معايا 3 بصلات وسط، هخرطهم او هقطعهم مربعات. انا مش عايزاها لا مبشورة ولا عايزاها مضروبة في الكبة، انا عايزاها متقطعة مربعات صغيرة. تمام. المربعات الصغيرة دي الشيفات بيسموها سمسم، يعني يقولك انا مقطع البصل سمسم، يعني الحاجات الصغيرة قوي. تمام. هنا انا هقطع الثلاث بصلات، وزي ما اتفقنا لما تكوني بتجهزي للاكل الجزء اللي هو بتاع البصلة، اللي هو الجذور بتاعته او الشعر اللي فيه، ما تقطعوش الا وقت الشغل بالظبط عشان لا تبوظ منك ولا تعمل ريحة. انا معايا هنا نص قرن فلفل رومي كبير، انا قطعته برضو مربعات. تمام. آه لو انتي القرن الفلفل بتاعك صغير اعملي 2 على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا هنا هعمل 3 بتنجانات رومي كبار، ومعايا طماطم بردك هقطعها مربعات، يعني البصل مربعات والفلفل الرومي مربعات والطماطم مربعات، مش عايزة اي حاجة منهم مبشورة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا خلاص انا قطعت الخضار بتاعي، هروح عند البوتاجاز، الطاسة او الحلة او اللي انت هتستخدميها، حطي فيها حبة زيت، مش كتير، انا عايزة حبة على قد ما هشتغل في البصل. تمام. البصل ده انا هحطه مش هحمره، انا عايزاه دبلان، اللي هو الاصفر، يبقى لونه مصفر دبلان كده. تمام. زي ما انتوا شايفينه كده دبلان. انا هنا عاملة راس توم، دقيتها، او تفرميها في الكبة زي ما يعجبك. انا خدت منها حبة صغيرين حطيتهم على البصل، وهنزل هنا بالخضار اللي هو الفلفل والطماطم، وهديلهم مع البصل تقليبة، وهبدأ انزل عليهم باللحمة المفرومة. لو انتي وصلتي لحد هنا وما حطيتيش اللايك او نسيتي، يا ريت تروحي وتحطي اللايك وتشرفينا بتعليقك الجميل واللايك الحلو اللي من حضرتك. ولو انتي مش مشتركة شرفينا باشتراكك، ولو انتي متابعانا قولنا في التعليق حضرتك متابعانا من انهي بلد. هنا انا قلبت الخليط كله مع بعض، وهبدأ احط التوابل. ده ملح السفرة المبهر، بيسهل عليا كل حاجة لان انا حاطه فيه كل التوابل. فده ملح السفرة المبهر اللي هو بالكمون، لان احنا عاملين بالفلفل الاسمر وبالكمون. حطيته. وحطيت فلفل اسمر، الفلفل الاسمر عشان الملح، والكمون علشان اللحمه. وهحط حوالي ربع كوبايه ميه. ربع كوبايه الميه دي فايدتها ايه؟ ربع كوبايه الميه دي بتخلي اللحمه مفروله، ما تمسكش في بعضها تبقى زي الكفته، لا، ربع كوبايه الميه دي بتخلي اللحمه مفروله. هنا انا معايا 3 بتنجانات رومي كبار، هقطعهم بس مش هقطعهم حلقات ولا هقطعهم جوانح، انا هقطعهم بالطول زي ما انت شايفاها كده. هقطعهم زي ما انت شايفاهم، وهحطهم على صينية ورش عليهم رشة ملح خفيفة علشان ينزلوا المية اللي فيهم، مش هحدقهم كتير يعني، لان زي ما اتفقنا
انا بالنسبة لي كل مرحلة بحط لها الحدق بتاعها عشان الاكل بتاعي ما يطلعش حادق بزيادة. عودي نفسك على كده، لما تكوني بتعملي طبيخ او ادام او اي اكله فيها صلصه حطي الطبيخ. بصي، الجزء اللي انت شايفاه الاسود ده اللي انا بطلعه لك ده مش عفن ولا حاجه، دي سبحان الله حته بتنجانه صغيره، يعني بتنجانيه صغيره طالعه جوه البتنجانه الكبيره. بس انا حبيت اوريها لحضرتك علشان ما تقوليش ان البتنجانه بايظه او حاجه، لا، هي سبحان الله بتنجانيه صغيره جوه بتنجانيه كبيره. هنرش عليهم الملح وهنسيبهم شوية ونبدأ نروح ونقلي. هنا انا هقطع الفلفل ده، انا هاخد نص القرن كبير وهقطعه شرايح. يعني هنا حطيت على البتنجان ملح وسبته، هبدأ اقطع الفلفل زي ما انتوا شايفين، وابدأ بعد كده نروح عند البوتاجاز. هنا الزيت بتاعي قدح اللي هو هقلي فيه، حطيت فيه الفلفل وهبدأ اقليه. هبدأ اطلع الفلفل اللي انا قليته في الشبكة وهبدأ انزل بالبتنجان. هنا انا هشتغل في الايه، في الصلصة بتاعتها او التسبيكة بتاعتها. الطاسة دي او الكسرونة دي حلوة وجامدة، بس مشكلتها ان الايد بتاعتها اتقل من الكسرونة نفسها، العيج بتاعها تقيل يعني. المهم انا حمرت بقية التوم اللي هي بقية الروز، حمرته خليته لونه ذهبي، وحطيت له حبة مية في حدود يعني نص الكوباية بتاعت المية، المج بتاع الشاي. وحطيت هنا علبة صلصة. علبة الصلصة دي اللي هي العلب الصلصة الصغيرة، اللي هي تعتبر معلقتين صلصة كبار بتوع أكل يعني. لو انت بتاخدي من برطمان أو من علبة كبيرة هما معلقتين صلصة كبار. وحطيت الملح المبهر اللي هو أبو كمون، وحطيت فلفل أسمر، وحطيت كمون ناعم كمان. وهقلب وهسيبها تاخد غلوة مع بعضها. هنا البتنجان بتاعي بدأ يحمر، هشيله واطلعه في المصفى وكمل قلي بقية البتنجان. هنا بقى معايا سكر. هتقولي لي هتحطي سكر على مسقعة، هو ايه ده، احنا بنعمل اكل حلو ولا اكل حادق؟ لا يا حبيبة قلبي، طالما بتستخدمي صلصة، الاكلة اللي بتحطي فيها صلصة حطي فيها معلقة سكر صغيرة بمعيار معلقة الشاي. ليه؟ علشان اللي بياكل منها ما يجيلهوش حموضة. اي اكلة بتحطي فيها صلصة حطي فيها معلقة سكر صغيرة، وهتدعي لي. تلاقي في ناس بتاكل الاكله تبقى طعمها حلو بس يقولك انا عندي حموضه. لا، الحموضه بتبقى بسبب الصلصه اللي انت بتحطيها. حطي لها معلقه السكر وانسي حاجه اسمها حموضه. هنا الاكل بتاعي او اللحمه بتاعتي اللي اتعصجت خلاص استوت ونشفت وما بقاش فيها ميه. هنا هبدا اجهز الصينيه بتاعتي. البتنجان انا هبدأ افرشه في الصينية، في ارضية الصينية. الصينية دي وسط، مش كبيرة قوي ولا صغيرة، وسط. البتنجان عشان انا مقطعاه بالطول هخلي نصها في الصينية من تحت والنص التاني طالع بره الصينية. زي ما انتوا شايفين كده.
وهبدأ احط الحشوة بتاعتي. على فكرة حبة اللحمة المفرومين دول انا عملت منهم اكلتين. هنا هحط حبة صلصة من اللي انا عاملاها او التسبيكة اللي انا عاملاها، وهفردها زي ما انتوا شايفينها كده، وهبدأ ارص بقية البتنجان. حرف البتنجان اللي كان طالع بقى هبدأ اتنيه زي ما انتوا شايفينه كده. هنا انا معايا طماطم مقطعاها جوانح او اللي هي الجوليانو، هبدأ احطها بالطريقة الدائرية اللي انتي شايفاها وطريقة الرص دي. تمام. الفلفل اللي انا قليته في الاول فاكرينه، هبدأ احطه على الوش، هوزعه بين شرايح الطماطم اللي انا حطها، وبقية الصلصة هبدأ افردها على الوش. هنا الحبة اللي فاضلين دولت في الكسرونة هحط عليهم حوالي ربع كوباية مية او بالكتير نص، مش هزود عن كده، واقلبهم وايه، احطهم على الوش زي ما انتوا شايفين كده، واجيب ورقة ألمونيوم واروح مغطية بيهم الصينية. لو انت عايزة تحطي قرنين شطة حطي، وعلى البوتاجاز بقى وديها او في الفرن وتحطيها زي ما يعجبك. وانا عن نفسي صراحة بستسهل بحط على البوتاجاز على طول. هنا مجرد ما غليت سبتها شوية حوالي 5 دقايق او بالكتير 10 دقايق، وبقت بالشكل الجميل الروعة اللي قدام منكم ده. هقطعها واقدمها، وبألف صحة وهنا للي ياكلوها، وألف صحة وهنا ليكم إن شاء الله لما تعملوها. وده كان فيديو النهاردة، وأتمنى إنه يعجبكم، وأتمنى إن انتوا تجربوها لأنها فعلا تستحق التجربة. وكل حاجة فيها مستوية وطعمها حلو جدا، وهتعجبكم وولادك هيحبوها، وفيها خضروات كتير وفوائد كتير. واتمنى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى انتوا تجربوه. ولو انتوا مش مشتركين شرفونا باشتراككم وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ودمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد من قناة اسرار المطبخ مع سماح.